السلام عليكم واهلا بكم. وحشتوني يا كل المواكيس، فانزاتي اللي اغلى عندي من كولتاتي، اللي يشهد ربنا اني مش طايق في الحر ده من التسلخات، انما برضو اغلى عندي من كولتاتي. اهلا بكم اهلا بكم. ثواني عشان اعرف اتكلم معاكم، في ايه؟ انا مش عارف الحر ده سببه ايه. مش شايف يا ولاد. حد يقول لنا الحر ده سببه ايه؟ انا مش معترض لا سمح الله، الحمد لله انا مش معترض، بس قاعد اخد ودي مع نفسي واحاسب نفسي. انا بندم على كل لحظه قلت فيها في يوم انا سقعان، بندم على كل لحظه اتغطيت فيها ببطانيه. مش مسامح نفسي على اللحظات دي، لازم نستفيد من اخطائنا يا ولاد، مش طايقين الهدوم ده علينا، وعشان كده احنا بنلبس ليه؟ سؤال احنا عايزين، لقد خلقنا الله عرايا، فلماذا نلبس؟ مش كفايه اللي بنلبسه؟ مبادره، لن نلبس بعد اليوم الا الخوازيق. مبادره، معلش من الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انما برضه الحمد لله في مميزات. يعني انا مش معترض عشان الكاميرات في كل حته، انا مش معترض مبدئيا كده، انا مش معترض، بالعكس احنا بقينا نطيق بعض. يعني لما كنا نركب المترو وكل واحد يقول للتاني اف، دلوقتي احنا كلنا ما شاء الله احنا متسمين، هي علبة فسيخ فيها كذا فسيخة، كله ريحة. عمرك سمعت عن فسيخة بتقول لفسيخة اف؟ مفيش طايقين بعض. تاني حاجة بصراحة العمر بقى يجري كده يا ولاد، انا بركب المترو، هحكي لك النهارده. بركب المترو، بتيجي اختي فاضله جنبي، هي طبعا عرقانه وانا عرقان لاسباب ما، مثلا رفعت ايدها او مدت تجيب الفلوس من صدرها، بمجرد ما فتحت ده وهبت الروايح، خلاص انت رحت في غيبوبه، خلاص الزمن وقف بالنسبه لك، تماما بالنسبه لك، مش حاسس، بتوصل لغايه اخر الخط. الناس بقى مش بيصحوك، بيفوقوك. استاذ احنا وصلنا خلاص، اتفضل. حسيت بطول المشوار، ما حسيتش. ده ستروكس طبيعي، بناخد ستروكس طبيعي، الحمد لله. وفي الايام الجميله ديت اللي حتى مش قادر اشغل فيها المروحه عشان العداد. ليه يا ربنا، يا رب اللي عمل لنا العداد يلاقي كده ما يلاقيش اللي يعددوا عليه، اللي تعدد عليه تكون واحده مجنونه وحوله، تعدد عليه واحده مجنونه وحوله ان شاء الله، اللي عمل لنا العداد دوت. فالواحد بيجيله افكار كتير بتنزل عليه. اولا اكتشفت ان احنا فعلا احفاد الفراعنه. انا اكتشفت اللي ما اكتشفوش العالم، اكتشفت سر التحنيط. وان شاء الله مصر هتعملها تاني، هنقولها لكم على بلاطه يا ولاد. المومياوات اللي بتشوفوها دول وقالوا لكم تحنيط، ده مش تحنيط، ده كان الجو حر زي كده، وكان ربنا رزقهم باللي غلى اسعار الكهرباء، ما كانوش لاقيين حتى المراوح، فقعدوا يعرقوا جسمهم نسف، قددوا، ماتوا وهم قاعدين كده مقددين، تلاقي الموميا اهو من ضحايا الحر. ما نقولش موميا بقى، هنستغل الناس ونفضل نقول موميا وحنطنا، احنا ما حنطناش ولا اي حاجه. احنا ربنا رزقنا الحمد لله بمسؤول محترم ايام الفراعنه، كان مركب العداد الكودي وفاسخ الفراعنه، فبطلوا يولعوا كهرباء، بطلوا يشغلوا مراوح. ايوه، قعد يعرق، خلصت الميه اللي في جسمه خالص، قدد اهو.
فتحوا عليه لقوه عامل كده، حتى تخش تشوفوا النهارده لغايه النهارده عامل كده، وفي ناس عامله كده. حسبي الله ونعم الوكيل في ابن الجزمه اللي غلى علينا كهرباء. بس ده سر التحنيط. اللي كانوا بقى متيسرين شويه احكي لك، انا هحكي لك. يعني مثلا عمرو اديب بتاع الفراعنه، واحمد موسى بتاع الفراعنه، والسيد مصطفى بكري بتاع الفراعنه، دول دول اولا ايه، لا مش بيدفنوا في توابيت. اولا دي ما كانتش توابيت. انا جاي اسيل الغساوه على عيونكم، واسيل الهدوم من على اجسادكم، اسيل كل حاجه احنا هنفضل نلط في الجو ده. لا، اللي كانوا متيسرين، اللي كانوا واكلينها ولعه، اديب رع، موسى عنخ امون بتوع زمان. ايوه، دول عملوا ايه بقى؟ دول كان بيجي الجو حر، كانوا يجيبوا التلاجة ينيموها على الارض ويخشوا فيها ويقول لهم اقفلوا الباب علينا. ليه؟ عشان طراوه، معاهم فلوس، قادرين يدفعوا فاتوره الكهرباء، شغل التلاجة براحته ودخل يمدد في التلاجة. بس ايه؟ نسيوه بقى. احنا جينا افتكرنا التلاجة دي تابوت وقلنا فراعنه. بس طبخ. عشان كده هتلاقيهم هم نوعين، يا اما موميا عامله كده ودي من عامه الشعب، يا اما قاعد في تابوت وعامل كده، وده عمرو اديب بتاع الفراعنه كان ممدد شويه في التلاجة بياخد طعم. ده باختصار. يلا قلناها لكم على بلاطه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب. الحمد لله. هنقول ايه؟ وفي ظل هذه الاجواء لا يفوتنا ولا يسعنا الا ان نرسل تحيه للي حرر مصر. تحيه للي حرر مصر. إذا كان صلاح الدين الأيوبي حرر بيت المقدس، فمن هنا نرسل تحية للي حرر مصر. مصر ما اتحررتش. اخرس الكلب. مين قالك مصر ما اتحررتش؟ كل اللي احنا فيه ده مصر ما اتحررتش. اللي قطع الأشجار هو اللي حرر مصر. اللي غلى اسعار الكهرباء هو اللي حرر مصر وخلى مصر مش طايقه نفسها. مصر بتطلع من هدومها يا ناس، مصر بتطلع من هدومها يا ناس. هو ده اللي حرر مصر. فتحيه للي حرر مصر. بلادي بلادي بلادي. تحيه للي حرر مصر، وتحيه للرؤيه الثاقبه لمصر. لو تفتكروا مصر استعدت يا ولاد. مصر كانت مستعدية يا ولاد، ومن زمان كانت مستعدية. فاكرين لما تقال لنا مصر عرت كتفها وسلتت كروتها؟ حر، خايفة من التسلخات. مصر كانت خايفة من التسلخات. مصر كانت بتستعد للسواد اللي احنا فيه ده. مصر كانت بتستعد. ومن هنا ومن موقع هذا كلنا نعمل زي مصر. عري ظهرك وصلت بكسرك. لقد خلقنا الله عرايا فلن نلبس إلا خوازيق الحكومة. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. يلا